معقولة؟ اللي صار وياك صار وياي بالضبط. ملك الجان تعرض لنا أكثر من مرة وأتصور ما راح يوقف. ملك الجان ما يستسلم لحد ما يحقق طموحه. شوفوا الهجوم خير وسيلة للدفاع. شلون وين راح نلقى الملك الجان؟ لابتوبي مو بس يصنع شخصيات ومقاتلين، هو بوابة لعالم الجان. أقدر أفيدكم بمعرفتي للقصر، هربت منه مرة وعندي حاسة سمع خارقة. وشلون راح نغلبه بعقر داره؟ عبد أنت ليه جبان؟ عندك الخاتم السحري وعندي اللابتوب السحري والجنية ويانا، حتى حفيظ اتصورك وامل نغلبه. عنبال مجهولة عن عمليات خطف للاطفال. والله يا جماعة فكرة سيئة، نروح له بعقر داره. ما اتفق. وين الجنية؟ صدق وينها؟ اختفت. الجنية راحت يم الروضة اللي انخطف منها أكثر من طفل وظلت تتراقب. ورا كم يوم شافت امرأة شكلها غريب لا تريد تخطف الأطفال. الجنية خايفة على الأطفال لأن ما تريد اللي صار وياها بطفولتها يصير ويا الأطفال. وفعلا هاي المرأة خطفت واحد من الأطفال. الجنية شافتها وركضت مسرع وضربتها، واتضح إنه هاي مو امرأة عادية، هاي السعلوة شافت إذان الجنية كبيرة فقامت تصرخ بصوت عالي. نقطة قوة الجنية صارت نقطة ضعف، والسعلوة رادت تقضي عليها إلى أن تدخل أوس والكائن السحري مالته من بعيد. وشافتهم السعلوة واخذت الطفل وهربت. واوس بسرعة اطلق جهاز تتبع بملابس الطفل حتى يعرفون مكان اختباء السعلوة. الجنية فقدت الوعي ونقلوها لبيت اوس. ورا صحوة الجنية سألوها انت ليش رحتي وحدك؟ الجنية التزمت الصمت وما جاوبتهم. وعبد جاء اتصال طارئ من البيت، جدة مريض، واخذ اوس وياه حتى يودون جدة للمستشفى. وقالوا للجنية لا ترحين وحدك. والجنية رغم اذنها الكبيرة ما سمعت كلام، راحت شافت اللابتوب واندلت مكان السعلوة وانطلقت للمكان. بهالاثناء السعلوة كانت تتحضر حتى تاكل الاطفال، وجت الجنية وجهت لها ضربة قوية اسقطتها ارضا، وراحت حررت الاطفال وفرحوا مؤقتا الى ان قامت السعلوة مرة الاخ واستخدمت هجوم الصوت العالي واذت الجنية. والجنية اثناء احساسها بالالم اكتشفت انه عندها قدرة جديدة تقدر تكتم اي صوت تريده، وفعلا كتمت صوت السعلوة وقامت ابرحتها ضربا، ورجعت الاطفال لبيوتهم امنين غانمين. ولما رجعت الجنية لبيت اوس لقت عبد واوس متحضرين حتى يفتحون البوابة ويهاجمون ملك الجان. وعبد قال لها الهجوم خير وسيلة للدفاع. وهاي فقرتنا من خميس الكوميكس العراقي، دير بالك تفوتها.